سؤالنا موجه إلى المذيع القدير، وسنظل نقول عليه قدير ونقدرك ونحترمك يا أستاذ أحمد فاخوري. وأتمنى أن تنشروا هذا المقطع وتعملوا له هاشتاج أو تعملوا له إشارة. المذيع اللي في الجزيرة كان يشتغل أول قبلها، أو كان مذيع في قناة سكاي، أو على العموم، برغم أنك تعلم أن اليمنيين يحبوك ويقدروك ويكنوا لك كل الاحترام، لماذا تعمدت اليوم أن تظهر هذا اليمني البسيط الشغوف بالكرة بهذا الأسلوب وبهذا يعني أقل ما نستطيع أن نقول عليها إنها بطريقة مهينة، وتعمدت إنك تهينه بأسئلتك الساذجة للأمانة هو مستفزة جدا. يعني بالله عليك طارح له السؤال أنت، إنه الحكم أو المباراة التي حصلت في عام كذا وكذا وكذا من الحكم اللي كان ماسك الراية. بالله عليك هذا سؤال، بالله عليك هذا منطق؟ الرجل هذا هو مش خريج قنوات قطر أو قنوات ألمانية أو قنوات رياضية بشكل عام، لا، الرجل هذا يمني شغوف بالكرة ومحب هذا، ومن كثر شغفه بيجمع كل المعلومات هذه، لكن في النهاية هو إنسان طبيعي جدا، وما كانت حتى المقابلة بشكل عام فيها استفزاز. والله العلي العظيم، هذا طبعا مع احترامنا لك، يعني انه على ما اظن الجميع اللي شافها ان احنا حسينا انك فعلا قصدت انك تستهين بهذا الشخص او تحاول انك تهزمه. هو مش خصم، انت قلبت عندك خصم. انت بحجمك انت وبحجم القناة، يعني مفترض منك انك تكون على قدر المسؤولية، وتعرف انه في النهاية هذا اليمني البسيط يعني عاشق وشغوف للكرة بما يكفي انه يحفظ الاسماء وكذا وكذا. مش انك تعجزه، انت مش طالع تعجزه ولا طارح انه في مسابقة من سيربح المليون، لا، الموضوع كان يعني لينظر الناس او كمية المعلومات اللي استطاع هذا الشخص ان يحتفظ بها كشخص طبيعي. انت طلعت حطيته في على اساس انك تظهر للناس انه لا هو مش عيب. الله المستعان. على ما اظنك انت بحجمك اعلامي يعني قدير، وجب عليك الاعتذار لاحمد، للمشجع هذا، او لجوجل الرياضة، اعتذار له اولا، ولليمنيين بشكل عام. هذا نصيحة من شخص يمني يحترمك ويقدرك، واتمنى ان توصلوا رسالتي يا شباب، علشان يكونوا يعملوا حسابهم عندما يطلعوا يتكلموا على هذا. لا يعجزش ولا يعمل فيها الفيلسوف، لا، عيب. كان باقي يسأله ايش قياس الاندروير حق رولاندو. عيب والله، والله انه من المخجل، عيب.